بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم سمية عبد الحكيم رزق، زوجة الأستاذ محمد سليم المعتقل في سجن وادي النطرون في أحداث النهضة يوم 14/8/2013. طب أستاذة سمية، توصف لنا كيفية اعتقال أستاذ محمد؟ هو يعني أستاذ محمد كان يعني معتصم في النهضة، فهو يعني اتخذ في أحداث النهضة. تمام. طب حضرتك زرتيه بعد كده ولا ما زرتوش؟ يعني بعد ما مر عام على اعتقاله بتزوريه كل قد ايه؟ بنزور كل 15 يوم. كل 15 يوم. طيب هل بتجدي مشاكل في الزيارة ولا ما بتجديش؟ لا طبعا في معاناة برضه في الزيارة، وفي يعني زائد بقى الحر والمشوار يعني والوقت كله برضه يعني وقت طويل قوي، يعني اليوم كله بيضيع عقبال طبعا ما ندخل عنده او كده. في طبعا يعني في طبعا يعني يعني المعاملة بقى حتى والتفتيش والحاجات دي كلها برضه في معاملة برضه يعني فيها برضه تعنت شوية واحنا داخلين له او كده، لحد بقى الحمد لله يعني منظور. طيب أستاذة سمية، يعني أستاذ محمد أنتم مخلفين كام ولد وكام بنت؟ هو أستاذ محمد عنده أربع أولاد. مريم رايحة تالتة إعدادي، وسهيلة رايحة 5 ابتدائي، وعمر رايح 8 ابتدائي، ويوسف 3 سنين ونص. تمام. لما بيسألوك على والدهم بتقول لهم ايه؟ وطبعا عارفين لأنهم بيروحوا يزوروه، يعني هم عارفين هو باباهم فين، وعارفين إن هو يعني إن شاء الله يعني بيدافع عن حقه وبيدافع عن دينه. فهم يعني أكيد طبعا متأثرين بعدم وجوده كتير، ويعني كلنا طبعا متأثرين، وهم برضو يعني الأولاد برضو يعني أكيد بيعوزوا الأب، ربنا يعني يا ربي يعني يخرجوا بألف سلامة ليهم، يعني يعني محتاجين له طبعا كتير. يعني الأم طبعا لوحدها ما بتبقاش قادرة إن هي يعني تقدر يعني تشيل كل مشاكل الأولاد أو كده، بس طبعا ربنا سبحانه وتعالى هو المعين يعني إن شاء الله. هو المهم بإذن الله. طيب حضرتك أستاذ محمد كان شغال ايه؟ محمد مساعد صيدلي، كان قبل كده شغال مدرس فترة يعني، بس هو دلوقتي يعني كان مساعد صيدلي. طيب حضرتك موجودين في العيد وكلام من ده، ازاي بتقضوا العيد من غير أستاذ محمد؟ طبعا هو احنا يعني بنأدي طبعا يعني بحزن شديد، يعني الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على قضاء الله. أكيد طبعا يعني سايب فراغ كبير عند الأولاد، يعني الأولاد حتى برضه يعني متأثرين قوي، يعني لما حتى بكلمهم بحس إن هم يعني البكاء يعني بيتحبس كده في حلقهم وهم بيتكلموا يعني أو كده، بس طبعا يعني نحمد الله يعني على هذا الابتلاء يعني. الحمد لله. طيب حضرتك في متابعة القضايا بتاعت أستاذ محمد وصلتوا لحد فين؟ لا هي المشكلة إن القضية بتاعته يعني مش عارفة يعني مش يعني كل مثلا ما بنيجي نقول مثلا نعمل زي يعني تظلم أو استئناف؟ استئناف او كده، لا يعني يعني دايما بيتقال ان احنا يعني بالذات قضيتهم مش هينفع فيها استئناف، لان هو اصلا لسه ما خدش اخلاء سبيل. فمش يعني هو متهمينه بإيه؟ يعني إثارة الشغب والاعتصام والتظاهر طبعا بدون تصريح، وحوزة مضارعة تقريبا حاجة زي حوزة كده يعني. مدرعة بس. اه ويعني قضايا كتيرة مش هقولها لي. تمام. طب حضرتك بعد مرور سنة على اعتقال أستاذ محمد، هل حضرتك ندمان إن هو نزل النهضة واعتصم فيها وكلام من ده؟ لا والله الحمد لله رب العالمين، يعني احنا عارفين ان هو ده قضاء ربنا سبحانه وتعالى، وهو ما كانش نازل يعني علشان يعني حاجة ليه هو كشخص، وهو نازل حاجة يعني يطالب بحق يعني الشرعية وبحق يعني وإعلاء كلمة ربنا سبحانه وتعالى، وحق الدين، ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يظهر هذا الدين يعني
في مصر كلها وفي كل العالم يعني. تمام. طيب حضرتك كواحدة من زوجات آلاف المعتقلين، لو هنقولك توجهي رسالة لزوجك هتقول له ايه؟ أقول له يعني اثبت، وربنا سبحانه وتعالى يعني ينجيه من أيدي الظالمين يا رب، ويخرجه بألف سلامة، وهو إن شاء الله مع الحق، وربنا سبحانه وتعالى يعني يؤيده بالحق يا رب. طب حضرتك توجهي رسالة للدكتور مرسي تقول له ايه؟ أقول له يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني يزيدك ثبات وإيمان، وهو يعني قدوتنا بصراحة في الثبات وفي الصبر، وما شاء الله يعني بصراحة يعني نحسبه نعم القدوة الصالحة يعني. رسالة حضرتك توجهها للجنرال عبد الفتاح السيسي. يعني نقول له يعني هي الدنيا ما بتدومش لحد أصلا يعني، وربنا سبحانه وتعالى يعني كل واحد ليه يعني، كل ظالم ليه نهاية. ربنا سبحانه وتعالى يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني قادر إنه يهديه، وقادر إن ربنا سبحانه وتعالى ينتقم منه يعني. للداخلية. تمام. طيب حضرتك عايزة توجهي رسالة لكل الثوار تقول لهم ايه؟ الثوار يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني يثبتهم، وربنا سبحانه وتعالى يا رب يعني ينصر الحق على أيديهم يا رب، على أيدينا يا رب إن شاء الله. لو هتوجهي رسالة للشعب المصري كله تقول له ايه؟ أقول له ربنا سبحانه وتعالى يا رب يعني يفتح بصيرتنا كلنا يعني يا رب، ويعني ويفهمنا كلنا يا رب أمور ديننا ودنيانا يعني يا رب. ماشي، جزاكم الله خير.